هتخلي الحمام المريح يبدا يشتغل تاني ويزيد في الانتاج. الحاجه دي عن تجربه وجربناها مع الحمام بتاعنا كذا مره، وعرفنا اسرارها واسبابها، وعرفنا المكونات بتاعتها اللي هي بتخلي فعلا الحمام بتاعنا يشتغل ويبدا ينتج تاني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. ان شاء الله النهارده هنتكلم على حاجة مهمة جدا هتزود الانتاج عندنا، هتخلي الحمام صحته كويسة، مش هيجي لك اي امراض زي السالمونيلا، الروشة، الاسهالات اللي هي بتيجي الحمام. ده طبعا كفيل ان هو يضيع مننا وقت في الانتاج بتاعنا اللي هو بيبقى في موسم الانتاج. هنتكلم ان شاء الله النهارده على 3 حاجات او 4 حاجات بالكتير قوي، لو استخدمتهم باذن الله مش هتحتاج لاي ادويه ولا اي تحصينات اذا كانت بيطري. طبعا كلنا دلوقتي بدانا التحصينات اللي احنا بنعملها مع الحمام بتاعنا، زي تحصين الروشه، تحصين السالمونيلا. دول اهم حاجتين طبعا بيجوا في الوقت ده نظرا لانخفاض درجات الحراره وفيروس النيوكاسل في التوقيتات دي بينتشر. فعشان كده لازم نتكلم على الزوفوراكس اللي هو مضاد الفيروسات. لو انا حابب ان انا اشتغل بالادويه الزوفوراكس واشتغل بالزعتر، دول اهم حاجتين يا جماعه لازم اشتغل بيهم، زائد ان انا لازم اجيب برضو رافع مناعه. هنتكلم على الزوفوراكس، ده بشري بجيبه من الصيدليه البشريه، حوالي 45 جنيه. الازازه ممكن تقعد معايا فتره كبيره جدا. بحط 5 سم على اللتر لو همسق جماعي، وسنتي بالفم مباشر لو هدي بالفم مباشر. دي كده جرعه بديها للحمام بتاعي اسبوعيا، بحافظ على الحمام بتاعي بقى كده. ده مضاد فيروسات، مضاد فيروسات يعني مش هيجي لي الفيروس اللي هو نيوكاسل. ده كده يعتبر من اقوى التحصينات اللي انا دايما بعملها، ودي الحاجات اللي انا دايما بشتغل فيها فعلا مع الحمام بتاعي. فعشان كده طالع ان انا اتكلم عليها وطالع ان انا انصح بيها، وده كل موسم فعلا بشتغل بيه مع الحمام بتاعي. الحاجه الثانيه اللي هتكلم عليها اللي هو رافع المناعه، الايمولانت او اي رافع مناعه. لو حابب انك انت تشتري بيطري مفيش اي مشكله، اهم حاجه يكون رافع مناعه كويس جدا زي الايمولانت كده. الايمولانت ده طبعا انا مجربه رافع مناعه كويس جدا، بحط برده 5 سم على اللتر وهدي بالفم مباشر، هدي سنتي بالفم مباشر. دي كده الجرعات اللي انا دايما اشتغل بيها. ده اسبوعيا، اسبوع بدي فيه زوفوراكس، اسبوع تاني بدي فيه رافع مناعه، كده هامن على الحمام بتاعي من ضد اي امراض اذا كانت امراض بكتيريه او اي امراض فيروسيه. رافع المناعه مهم جدا جدا يا جماعه، ولازم نشتغل برافع المناعه. رافع المناعه اللي انا دايما اتكلم عليها بلاقيها في الاعشاب، بلاقيها برضو في بعض الادويه. ده كده علاجين لازم انك انت تشتغل بيهم طوال فصل الشتاء عشان ما تعملش اي تحصينات اذا كانت تحصين الروشه او تحصين السالمونيلا. الحاجه الثالثه والاخيره اللي انا برضو لازم اشتغل بيها، الجرعه دي مهمه جدا جدا، خاصه ان انا يعني بحب الاعشاب في الوقايه للحمام. الزعتر طبعا هيمنع اي حالات روشه تيجي عند الحمام بتاعنا. طبعا احنا عارفين ان الروشه بتيجي نتيجه فيروس اللي هو نيوكاسل، بيسيب الحمام بتاعنا بيعمل تجلطات في الرقبه، بعد كده الفرد بتاعنا بيبدا ان هو يلف رقبته. العلاج طبعا في المرض ده بياخد وقت كبير جدا وبيضيع مننا وقت في الانتاج. عشان طبعا ما يجيليش روشه ولا يجي لي سالمونيلا او اسهالات، لازم ان انا اشتغل بال3 حاجات دول. لازم طبعا ان انا احط في المسقى اسبوعيا برضو خل التفاح. جرعات خل التفاح دي هتمنع اي حاله من حالات الاسهالات. عارفين طبعا ان الاحماض دي من اهم الحاجات اللي انا لازم استخدمها، عشان دي بتقتل اي بكتيريا ضاره بالنسبه للحمام بتاعنا، والبكتيريا لا تتعايش مع الحمض. الاحماض مهمه جدا جدا في التوقيتات اللي هي فيها فصل الشتاء، عشان طبعا ما تديش لكنكر، اذا كان كنكر حويصلي او اذا كان كنكر اللي هو الكنكر في القصبه الهوائيه، او اذا كان اي نوع من الاسهالات. كده بامن على الفرد الحمام بتاعنا، بامن على الحمام بتاعي بال4 ادويه دول او بال4 حاجات اللي انا بشتغل بيهم دول، اللي هو الزوفوراكس مضاد فيروسات، رافع المناعه اللي هو الايمولانت البشري، الزعتر اللي هي عشبه الزعتر دي مهمه جدا جدا اسبوعيا، عشان ان انا احافظ على الحمام بتاعي واعمل له دايما تنشيط للدوره الدمويه، او ان انا اعمل وصول الدم للاوعيه الشعيريه الدقيقه دي باستمرار. لازم ان انا استخدم الزعتر عشان احافظ على سيوله الدم داخل الفرد بتاعنا او الحمام بتاعنا. صدقني الاعشاب مفيده جدا في عمليات التكاثر، مفيده جدا في عمليات الانتاج، وخاصه مع الحمام بتاعنا او اي طيور عامه. لو استخدمت الاعشاب او استخدمت عشبه زي دي كده، صدقني مش هتعاني من قله الانتاج في موسم الانتاج او غير موسم الانتاج. التوقيتات اللي احنا فيها دي الجو متقلب
ممكن يحصل عندنا حالات التنفسي، حالات البرد. فده مهم جدا ان انا لازم اشتغل بعشبه زي دي عشان اقي الحمام بتاعنا قبل ما يجيله اي مرض من الامراض التنفسيه، الزكام، البرد، الرشح، الحاجات دي كلها. عشبه الزعتر دي بتساعد على علاج بعض الامراض التنفسيه وامراض الرشح والزكام. خل التفاح اللي انا بحطه في المسقى عندي او للحمام بتاعي برضو اسبوعيا. مهم جدا ان الحمام بتاعنا ما يكونش فيه فطريات، ما يكونش فيه كنكر. زائد كمان ان هو بيقضي على الجراثيم اللي هي بتسبب الاسهالات، جرثومه طبعا السالمونيلا اللي هو بيعاني منه بعض الناس او بنعاني منه كلنا لما بيجي الحمام بتاعنا. الامراض اللي هي ممكن تصيب الحمام بتاعنا في التوقيتات اللي احنا فيها دي، عشان طبعا احد من انتشار الامراض لازم ان انا اشتغل بالاربع حاجات دول. وطبعا اتكلمت على الزعتر. الزعتر مهم جدا جدا في زياده الانتاج، ومهم جدا جدا لمنع حالات الروشه اللي هي ممكن تصيب الحمام بتاعنا في التوقيت اللي هو في فصل الشتاء. السالمونيلا، خل التفاح اللي انا بتكلم عليه. خل التفاح طبعا يعتبر من الاحماض اللي انا بشتغل بيها مع الحمام بتاعي، والاحماض طبعا اللي انا بتكلم عليها اللي هي بتقتل اي بكتيريا اذا كانت منتشره داخل المكان بتاعنا. فعشان كده لازم ان انا اقدم الحلول السهله والبسيطه جدا بالنسبه للاعشاب. اسف جدا على الاطاله في الفيديو، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.